السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم راح نجيب لكم حاجه خفيفه للقهوه. عندي بسكوي رولي وساهل. المقادير تاعو كاينه في كل دار. عندي 4 حبات بيض بحراره الغرفه، عندي كاس سكر، كاس فرينه ولافاني. نطلع انا البيض مع السكر في البيتخا، وكي يطلع لي نضيف لافاني والفرينه. الفرينه لازم تكون مقربله باش يجيك خفيف. بسم الله. البيض لازم يكون بحرارة الغرفة. نضيف السكر، وانا دوكا نديرو في البيتخا باش ما تسمعوش صوت البيتخا. انا نديرو في البيتخا يطلع حتى يولي بيض ابيض، خليط ابيض. ها شوفوا كيف يطلع لي البيض مع السكر. ندير لافاني وندير الفرينه، نزيد نطلعهم في البيتخا 5 دقائق هكذاك، ومن بعد نديرهم في البلا. الخليط ها هو راه تاعي، دوكا نفرقو في البلا. الفور تاعي راني يكون مشعلات على 180 درجه هكذا. نبدا نكسل فيه هك، نكسلو وندير في البلا. لازم ديري هذاك مش ما يتشدلك، لازم تشمخي شويه البلا بيدك وديري كاغط الزبده هكذا. درك هاي راها بعد ما طابت لي نحط الكاغط كيما هكذا، نقلبها هاك. نبدا نفتح غير بالعقل، نبدا نروي فيه هكذا، ونبدا نروي لا يحتمل الشكل تاعو نهائي. نفتحها غير بالعقل، وكان نفتحها قبل العقل حتى نشوف حكمة الشكل تاعها النهائي هكذا. ونشربها، لازم نشربها مليح. وهنايا راني نكون نطلع كريم شانتي، انا لازم نشربها مليح مليح. راني دايره واحده صغيره درت لها الكاكاو باش شغل يجيني ملونه، يجيني 2 الوان ابيض و هكذا. هنايا ندير كريم شانتي، ندير طبقه رقيقه ما نكثرش. كريم شانتي طلعت 100 غرام في كاس ما بارد. انا هنا ندير طبقه رقيقه، نمسح برك، انا نمسح مانيش وكان الطبقه هذه قبل درت 3 كاكاو. انا حابه هنا ندير طبقات ونروليهم. هكذا نشربها. نزيد نضيف شيربتها درك هاك، ونبدا نرولي غير بالعقل. كي درت هنا راه تجي صعيبه في كي عادو زوج تعود دايره زوج، هنا تجيني صعيبه هكذا. غير بالعقل، رولي غير بالعقل.
وهاك، ومن بعد نديرو في الفريغو كملي شويه كريم شانتي باين لكم الشكل النهائي تاعو. من بعد كي نقطع يجيني ساهل في التقطاع هكذا، ونديرو في الفريشيدير. انا دوكا عندي شوكولا دايبه ندير نسيحها الفوق، نمسح كاع بالشوكولا هاك هكذا. كي درت الشوكولا نحكم ندير كاوكاو، عندي كاوكاو ديالياتو وريحياتو حرش، تزينتي واش تحبي ديري. هكذا. وهنايا ندير عندي فضلتي شويه كريم شانتي نديرها هنا. هذا الشكل. دوكا نقطعها ونوريكم، حتى نشف لي الشوكولا شويه ونقطعها ونوريها في صحن التقديم. دوكا ها بعد ما كملتو قطعتو بهذا الشكل. لازم يجيك، انا ملي جاني صعيب بزوج طبقات، يجيك شويه صعيب لازم تحاول حتى الذوق يجي ما شاء الله، يجي هايل الذوق تاعو يجي ما شاء الله. وان شاء الله يكون يعجبكم. ما عليكم الا الاشتراك في مطبخ ام علاء والضغط على الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.